شغال معايا بقاله 35 اشوفها سنة. بعيني ان هي اتحققت. ده مش سحر ولا شعوذه، فواتير الديون دي كلها اتحولت لشيكات. انت لو عايز تبقى غني هتبقى غني كده، وهتبقى قادر تسيطر على واقع حياتك. بعد الحلقه دي لازم تسيطر على افكارك، ازاي وامتى وفين ومن فين الفلوس. اوعى تكون بخيل في دعائك مع ربنا. قانون جذب وطاقه وهبل، هنلحد يا عم في ايه؟ لا اله الا الله. انت المتحكم. كل حد يراجع افكاره. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست لا تعلى الريحه مع ساره معتز، كل يوم جمعه الصبح. النهارده انا هقول لكم السر اللي هتحققوا بيه احلامكم واللي هتجيبوا بيه فلوس قد كده. هكلمكم عن كتاب The Secret، ودي تاني حلقه اتكلم فيها عن كتب اثرت في حياتي وستيل بستخدم التكنيكس اللي فيها. انت عارف انك ممكن بمعتقد واحد بس او بفكرة في مخك انت تعتقد في معتقداتك اللي انت وارثها من عيلتك ومن بلدك ان هي صح، والمعتقد ده يخليك تخسر اشخاص وتخسر فرص وتخسر اهداف كان ممكن توصل لها. مش معنى انك اتربيت على معتقد معين يبقى هو صح او غلط. هو قابل انه يكون صح وقابل برضو انه هو يكون غلط. الفكرة انك تشغل مخك. وفي معتقد لذيذ اتربينا عليه كلنا، هو انه ربنا قاسم لواحد كل حاجة وارضى بنصيبك ايا كان هو ايه. فابتدوا الناس يخلطوا ما بين الرضا والاستسلام. الرضا شيء والاستسلام شيء تاني خالص. انك تكون راضي بوضعك الحالي، ولكن مستمر في السعي، مستمر في طلب اللي انت عايزه من ربنا من خلال افعالك ومن خلال دعائك. لكن انت بقى لو فضلت ماشي بالمعتقد ده انه هو مسلم بيه وصح، انت كده هتفضل ساجن نفسك في سجن من افكارك انت، لان افكارك هي الواقع بتاعك، بتشكله literally. انت المتحكم في تشكيل الواقع اللي انت عايز تعيش فيه دلوقتي او في المستقبل. وقبل بقى ما ندخل في السر الحقيقي في انك تشكل الواقع بتاعك زي ما انت عايز بالظبط، هقول لكم ان هو كتاب The Secret ده مش زي ما بقى اللي هو قانون الجذب وعلم الطاقة وحاجات ناس مش عاقلة واي كلام وبيشجعوا الناس على الفاضي وانت المتحكم وانت لا. الكلام ده النهاردة انا ربطاه بالدين. اول حاجة هقولها لكم في الدين بتاعنا، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ربنا عمره ما هيغير لك حياتك اللي انت مش عاجباك، اللي انت عايز احسن منها، طول ما انت ما غيرتش نفسك. وايه معنى انت ما غيرتش نفسك؟ يعني ما غيرتش افكارك، ما غيرتش طريقة تعاملك في الحياة، ما غيرتش طريقة مشيك نحو هدفك. لو غيرت من نفسك ربنا هيبدأ يغير حياتك ليك. وابن القيم قال ايه؟ الفكر، انا كل ده بحط بس كده بيزمنت للي انا هقوله لكم على كتاب السر، ادلة وحاجات تثبت صحة اللي هقوله ان شاء الله بعد شوية. الفكر يورث المحبة، والمحبة تورث الإرادة، والإرادة تورث العمل. يبقى احنا ابتدينا بإيه؟ بالفكر. فانت أفكارك هتورث ليك العمل اللي انت هتعمله عشان توصل للي انت عايزه وتنجح في اللي انت عايزه. ألبرت أينشتاين قال ايه؟ لا يمكننا حل المشكلات بنفس طريقة التفكير اللي استخدمناها أول ما أنشأنا الفكرة. هو ايه معنى اللي هو بيقوله؟ انك مش هتعرف تحل المشكلة اللي جايلك من الموضوع ده لو انت استخدمت نفس طريقة التفكير او ما بدأت فكرة المشروع ده for example. ده معناها ايه؟ الواحد لازم يعمل self reflection كل فترة ويراجع افكاره ويراجع معتقداته، عشان دي اللي هتشكل ايه؟ الواقع بتاعه. وده هيخلينا نروح لكتاب السر The Secret. الكتاب ده انا قريته في ثانوي. بوب بروكتر بيقول ايه؟ انه عندما تنتابك مشاعر الاحباط فانت تستطيع ان تبدلها في لحظة. ازاي وليه؟ هتبدلها بانك مثلا تسمع قرآن، تسمع حاجة هادية، تسمع صوت شخص بتحبه، تشوف شخص بتحبه، فتغير، هو بيقول كده، فتغير تردد افكارك المحبطة واليائسة لافكار سعيدة ومتفائلة ولذيذة، عشان تجذب ليك
كل حاجة حلوة وكل حاجة فيها تفاؤل فيها خير ليك، عشان لو سبت نفسك لمشاعر الإحباط واليأس والمشاعر السلبية هتجذب ليك كل شيء سلبي ومحبط، وللأسف ممكن كل اللي انت عايزه يبقى محله الفشل. فانت ممكن تعمل كده ازاي؟ اكسبيرمنت كده لذيذة. خلي جاهز كده في الباك مايند بتاعك مجموعة من الحاجات اللي بتغير ليك مودك في ثانية. مش مثلا كل حد فينا بيقول ياه ده انا لو عملت كذا انا ممكن ابقى متضايق جدا، انا ممكن ابقى متضايق جدا بس فجأة ابقى زي الفل. في ناس بتشرب قهوة، في ناس بتقرأ كتاب، في ناس بتكلم حد بتحبه، وفي ناس بتكلم اهلها، في ناس بتطلع تشم هوا بس في البلكونة، بتنزل تتمشى. كل حد ليه طريقته. فجهز كده ليست في الباك مايند بتاعك بحاجات سهلة تعملها، عشان لما العالم اللذيذ يطلعك عن شعورك تغمض عينك لمدة 5 ثواني، تفتكر الحاجة اللذيذة دي، تفتكر انك بتشوف طفل جميل كيوت بريء، سما فيها عصافير، بجد والله العظيم ده حقيقي، عشان تغير تردد الإحباط والعصبية، الحاجات اللي مش لذيذة دي. وانا والله بقول الكلام ده لنفسي قبلكم. وينستون تشرشل بيقول ايه؟ ان انت بتصنع العالم بتاعك الخاص بأفكارك. كل واحد بقى هيراجع أفكاره ويشوف هيعيش فين وهيروح فين، عشان أفكارك هي اللي هتحدد مستقبلك، تحدد انت هتتجوز مين، هتعيش في بيت شكله ازاي، هيبقى معاك فلوس قد ايه. كل حد يراجع أفكاره. على فكرة انا عارفه ان انتوا بتقولوا دلوقتي ده كلام ناس اجانب، اي كلام، ايه قانون جذب وطاقه وهبل ده، احنا هنلحد يا عم في ايه؟ لا اله الا الله. هو لا اله الا الله فعلا. الكتاب ده انا لما قريته في ثانوي كان بالنسبه لي هو بالظبط الدين، ولكن هم واخدينه من ناحيه علميه. عارفين قانون الجذب والطاقه، وانك تبقى عايز الحاجة فتفكر فيها وتتخيلها وتحسها وتبعد عنك أي مشاعر سيئة ومشاعر إحباط. ده معناه إيه؟ ده حسن الظن بالله. مش دايما في الدين بينصحونا إن احنا نحسن الظن ونبطل تشاؤم ونبطل الفعل الوحش وندعي ربنا باللي احنا عايزينه. ومش دايما الشيوخ بتقول لنا اوعى تكون بخيل في دعائك مع ربنا. انت عندك كام سنة؟ عندك 24 سنة؟ هتدعي ربنا ايه؟ يا رب ارزقني بمرتب كذا كذا على قد ما سقف الماركت بيقول. لا، ادعي ربنا بحاجة تبقي وانتي بتدعي بالنسبة لك دي هتحصل ازاي، مالكيش دعوة ازاي. مش دايما بينصحونا الشيوخ ان احنا لما ندعي ربنا ما نفكرش في ازاي وامتى وليه، احنا ندعي واحنا متيقنين الإجابة، عشان الله القادر على كل شيء. كمان هنا بيقولوا لك كده في كتاب السر، بيقولوا لك ايه؟ بيقولوا لك تخيل نفسك في الحاجة. مثلا أنا مثلا عايزة أسافر، أنا عايزة أسافر بره. طيب أنا دلوقتي معيش فلوس إن أنا أسافر بره، ومفيش حاجة حواليا بتوحي إن أنا هسافر، بس أنا هعمل إيه؟ ده بجد أنا كنت بعمله من ثانوي. أنا هغمض عيني، اعملوا معايا كده، هفكر في الحاجة اللي نفسي فيها، هشوفها بعيني إن هي اتحققت، بعدين هحس شعور ان هي اتحققت في امتناني واحمد ربنا ان هي اتحققت وانا بتخيل. انا الدبانه دي عصبتني، بس هنرجع ترددنا للحاجات اللذيذه في ان انا سافرت ان شاء الله. فانت مش بس بتتخيل ان الحاجه حصلت، انت من جواك بتشعر بامتنان ان هي حصلت، وبتغمرك كده فرحه ان الحاجه دي اتحققت. طب ما ده الدعاء. هو احنا لما ندعي ربنا يا رب يا رب يا رب انا عايز فلوس كتير، يا رب اسافر، يا رب يا رب اعمل لي كده، لا، انت الدعاء الصح انك تبقى بتدعي مش بس مخك بيدعي، انت قلبك حاضر وقلبك متيقن من الإجابة، ومن كتر ما انت متيقن من الإجابة انت بتفرح وبتمتن من جواك وبتحمد ربنا ان الحاجة دي اتحققت. تخيلوا لو طبقتوا ده على كل حاجة في حياتكم، كل حاجة انتوا عايزينها هتحصل بقدرة ربنا. دي حاجة يعني رائعة. الكتاب ده بجد كتاب بجد بيعلم حسن الظن بالله والدعاء بالطريقة الصح. انت مالكش دعوة
ازاي وامتى وفين ومن فين الفلوس. هنا في ناس كاتبين التجارب بتاعتهم انه ان هم بيوصلهم كان شيكات من البنك او فواتير مش شيكات، ان هم الفواتير دي بتبقى عليهم فلوس ديون يعني. فبدأت تتخيل ان اللي جايلها دي شيكات من البنك بفلوس ضخمة مش فواتير. بعد كام شهر الفواتير الديون دي كلها اتحولت لشيكات بكتر ما ركزت على ده. بلاش. في واحد راح زار رسام مشهور جدا في بيته، فبيقول له الرسمة دي شكلها حزينة، هو انت كان رسمة بنت عينيها كأنها بتقول انا مش شايفاك او انت مين. فبيقول له هو انت ايه اخبار حياتك العاطفية؟ فقال له لا انا حواليا نجمات سينما كتير وكذا ومحدش شايفني ولا عارف الاقي شريكة الحياة المناسبة ليا. قال له عشان انت بترسم اللي انت حاسه، انت مشاعرك كلها بتحطها في الرسم، غير مشاعرك وارسم انت متخيل نفسك ايه. قال له نفسي الاقي شريكة حياة. قال له ارسم نفسك مع شريكة حياتك وارسم اللي انت عايزه. بعد 6 شهور الراجل كان يعرف حد كويس، بعد سنة كان رسم نفسه مع هو متجوز وفي قاعه ومش عارف ايه، بعد سنة كان متجوز، مع انه هو سنين عمره كلها ما كانش عارف يوصل لده. ده مش سحر ولا شعوذة، ده يقين بالله وحسن ظن بيه، وملكش دعوة بالكيفية، ملكش دعوة بكيفية الوصول. مش حد بنقول اسعى وربنا عليه النتيجة. ده بالظبط الحال، انت بتفكر وبتعمل، مش بس بتفكر، وربنا هو اللي هيحقق لك كل حاجة. كمان في حاجة لذيذة قوي، انت عارف ايه السبب الوحيد اللي مخلي ان انت معكش فلوس؟ هو انك مش بتركز على الوفرة. الغني بيركز ازاي يجيب فلوس اكتر، مش خايف ان فلوسه تخلص. مشاعر الخوف مشاعر احباط ومشاعر سلبية. لكن اللي معوش فلوس بيطلع الجنيه وهو خايف ان الجنيه التاني هيرجع ازاي، فخايف من هو يفقد فلوس، مش بيفكر في وفرة الفلوس اللي هتجيله قد ايه. عكس الغني، فمشاعر الخوف مشاعر خوف من فقد الفلوس او فقد الحاجة على طول بتنعكس ان انت هتفقد الحاجة دي، وفي التفكير في الفقر بيجيب فقر اكتر. تشارلز هانيل قال ايه؟ قال ان المشاعر هي الرغبة، والرغبة هي الحب، والفكر المشبع بالحب لا يقهر. يعني انت لما مش بيقولك حب كل حاجة حواليك كل حاجة هتحبك. انت لو حبيت الناس وحبيت الاشخاص كلها اللي في حياتك انت بتحبهم يعني، وحبيت عربيتك، حبيت بيتك، حبيت نفسك في بداية كل شيء، انت هيبقى عندك قوة لا تقهر، وهتبقى قادر تسيطر على واقع حياتك يعني to the max، لأعلى ليفل. في حد تاني بيقولوا انه قانون الجذب يساوي قانون الحب. الحب، حاسة ان انا أسامة منير، ما علينا. قانون الجذب هو قانون الحب. انت كده سيطرت عليها بمشاعرك وبالتالي بأفكارك، بالتالي بقيت متحكم في الواقع. فانت لو عايز تبقى غني هتبقى غني كده، بتغيير فكرك بس، وبتركيزك على مشاعرك وطاقتك وأفكارك هي رايحة لفين. طيب الناس كلها بتقول، لو هنرجع تاني لفكرة الفلوس، الناس كلها تفضل تقولك انه الفلوس صعبة قوي، لازم الواحد تطلع عينه عشان يجيب الفلوس. اللي بيقول كده فعلا بتطلع عينه عشان يجيب الفلوس. لو فضلت تقول لنفسك الفلوس بتيجي بسهولة، بتتيسر من عند ربنا، يرزق من يشاء بغير حساب، هتلاقي الخير من كل حتة من حيث لا تحتسب. ده مش كلام كتب بس، ده كلام دين وكلام ربنا وكلام القرآن. والنجاح ينبع من الداخل مش من العوامل الخارجية. العوامل الخارجية ما هي إلا عوامل يسخرها الكون لأجلك عشان تحقق النجاح اللي انت عايزه، ولكن الفكرة بتبدأ من جواك والنجاح من جواك انت. فعمرك ما تفكر في ازاي وليه وامتى، فكر انك عايز ده وهتبقى ده وهتوصل ليه. هنا كمان بيقولك ايه، ماري دايموند بتقول المقصود من السر اللي هو كتاب ذا سيكريت انه ايه، انه نحن من نشكل عالمنا، وان كل امنية نبتغي تحقيقها سوف تتجلى في حياتنا، وبالتالي فان امانينا وافكارنا ومشاعرنا هي اشياء في غاية الاهمية، لانها سوف تتجلى
وتتجسد. بعد الحلقة دي لازم تسيطر على أفكارك عشان تسيطر على حياتك وتخليها حياة وردية زي ما انت عايز. لكن لو انت أفكارك كلها كانت تشاؤمية وتقول لنفسك انت عمرك ما هتوصل، اعمل ما انت ياما عملت، ايه الجديد يعني؟ وعلى فكرة كلنا ساعات بيحصل معانا كده. بس انت أول ما تيجي في دماغك الأفكار التشاؤمية دي على طول، زي أول حلقة قلت لكم ايه، فكر في حاجة لذيذة، كلم حد بتحبه، اسمع حاجة كويسة عشان ترجع لتفاؤلك تاني وترجع لسلامك النفسي. آخر مقولة مهمة هختم بيها الحلقة، مارستيموف بيقول إنه عندما تبدأ في فهم أفكارك ومشاعرك والسيطرة عليها حقا، يعني مش أي كلام، أنت فاهم مشاعرك كويس وفاهم أفكارك كويس قوي، هتعرف إزاي تصنع واقعك الخاص، وهنا تكمن حريتك وتجد كل قوتك. ايه معنى الكلام المجعلص ده؟ انه انت لما تفهم افكارك وتفهم مشاعرك وهي بتتحرك ازاي وايه اللي بيحركها وايه اللي دلوقتي بيسيطر عليها، انت هنا قوتك بتكمن، منبع قوتك في الموضوع ده. اول ما تبدأ تفهم الدنيا دي كلها الملخبطة، انت كده امتلكت حريتك. مش بس امتلكت حريتك، وكمان سيطرت على الواقع بتاعك. ولما تسيطر على الواقع بتاعك هتعمل ايه؟ هتبدأ تعيش في الواقع اللي انت نفسك فيه. في هنا كاتب بيقول برضو، بيقول ايه، الناس اللي جربت السر، بصوا الكتاب ده مليان تجارب ناس جربت التكنيك ده. بيقول ايه؟ بيقول ان هو عمره ما كان يحلم ان يبقى عايش في قصر بالملايين دي كلها وعنده كل العربيات دي، وكل اجازة يروح بيسافر يروح بلد ومكان جديد في العالم. يقول اول ما طبق الموضوع ده بقى يحس ان الكون كله متسخر ليه هو بس. انت لازم تصدق في ده، ان انت اللي قادر تسيطر على حياتك وتسيطر على الكون. ازاي؟ افكارك ومشاعرك. وجه طاقة افكارك، طاقة الحب في مشاعرك لكل حاجة حواليك، لكل حاجة تفاؤل. صدقوني خلال اسابيع بسيطة، بعدها خلال شهور هتبقى اتليست حققت يا سيدي 40%، لا هتبقى حققت 100% من اللي انت عايزه بإرادة ربنا. عملت لينك ما بين الدين بتاعنا، ما بين الكتاب ده وطاقة الجذب وطاقة الكون. طاقة الجذب وطاقة الكون هي حسن الظن بالله واليقين والتصديق في نفسك، والتصديق ويقينك ان ربنا هيحقق لك اللي انت عايزه من غير ازاي وامتى وفين. انت عايز هيحصل اللي انت عايزه. حتى ما بحبش اقول الحاجات دي مجازا. لو فضلت تقول انا مش هنجح، انا مش عارف ايه، انا كذا، لا، تقول انا هنجح، انا هلف العالم، انا هوصل اللي انا عايزه، انا هشتغل الشغل اللي بحبه، وهتجوز الشخص اللي بحبه، وهعيش حياة سعيدة. خلي عندك حسن ظن بالله وخلي عندك يقين، ولما تدعي ربنا بحاجة صدق فيها. ولو انتوا بتكتبوا كل سنة أهدافكم وطموحاتكم وبتعملوا مود بورد كده وفيجن بورد، تحطوا صور. ليه بنحط صور؟ عشان نتصور، وانت لما تشوف الحاجة دايما تتصورها هتتسجل في مخك وهتبدأ تحس انك حققتها، بالتالي هتتحقق، لأن بقى عندك يقين بأن هي اتحققت وربنا استجاب دعوتك. فوانت بتكتب حتى لو ما حققتش اكتب أنا مثلا فور اكزامبل، أنا سافرت أمستردام، أنا مبسوطة قوي، أنا رحت كذا، أنا اشتغلت دكتورة في مش عارف إيه، أنا اشتغلت في أكبر شركة كذا. اكتب كأن الحاجة اتحققت، صدق من جواك إنها اتحققت، وافرح وخلي جواك مشاعر امتنان وقول الحمد لله يا رب إنك حققت لي أمنيتي. صدقوني اللي انتوا عايزينه وقتها هيتحقق. بس حاول تلين مخك، ركز وعيد توجيه أفكارك ومشاعرك، وافهم نفسك، حب اللي حواليك وحب نفسك وحب كل حاجة حواليك. هتلاقي كل حد حواليك ربنا بيسخره يساعدك، وكل شيء في الكون هيبقى بيشتغل لصالحك مش عكس رغبتك. وبس. لو حابين جزء تاني من كتاب السر، طبعا ده جزء بسيط قوي من حاجات اتعلمتها منه،
لو حابين ان انا اعمل لكم سلسلة حلقات عن الكتاب ده قولولي في الكومنتس، قولولي لو حد جرب فعلا الطريقة دي ونفعت معاه. وبس، اشوفكم في حلقة جديدة من بودكاست لاتيه على الريحة مع سارة معتز كل يوم جمعة الصبح.